team. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين؟ يا رب تكونوا بخير بصحة بسعادة. في البداية كده طبعا اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب، وصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. في الفيديو ده انا جايب لكم طبعا زي ما اتفقنا الفيديو اللي فات اقوى شرح في العالم لضبط زر الحركة وعدم مشية البوت الأخيرة اللي هي من آخر تحديث اللي هو 3.6 اللي هي بقت مقرفة جدا جدا جدا. هنحلها مع بعض وهنخلي لك زر الحركة بإذن الله أقوى زر حركة في العالم، مش محتاج تغيره تاني. تمام. فبس كده يلا بينا على الفيديو، ليتس جو. ونبتدي بالأساسيات وهي أهم حاجة في زر الحركة واللي هي حجم زر الحركة. أنا كمحمد لما دخلت اظبط زرار الحركه بواقع خبرتي وقعدت اجرب في حاجات كتير قوي، جربت اماكن كتير قوي، ولكن فكرت في حاجه مهمه جدا جدا جدا، لخصت على الكلام ده كله. اولا واهم حاجه هو مكان زر الحركه. انا كمحمد لما دخلت اظبط زرار الحركه بواقع خبرتي اول حاجه بصيت عليها هي مكان زر الحركه. جربت اماكن كتير قوي ولكن فكرت في حاجه مهمه جدا، لخصت عليها الكلام ده كله. لو انا حطيت صباعي في مكان مش مريحني، هل اعرف اتحرك واروح يمين وشمال واعمل دوج واعمل كراوتش والكلام ده كله؟ اجابتك اكيد في السؤال ده لا. وتركايه مهمه لكل اخواتي اللي كملوا معايا الفيديو لحد هنا، تمام؟ انت تلقائي وقت ما تكون حاطط في دماغك انك عايز تشوف المكان المناسب لزر الحركه هتشوف المكان المناسب لزر الحركه، لكن وقت الفايتات انت مش هتركز، ده ممكن صباعك ينزل سنه عن مكان زر الحركه اللي انت متعود عليه. فنصيحتي ليك انك ترفعه درجتين او درجه فوق صباعك، بحيث انك لما مثلا صباعك ينزل والكلام ده كله الدوج لا يطلع لقدام ولا يطلع ولا يروح لورا، هتلاقي نفسك بالدوج تمام يمين وشمال بس كده. وغير كده فافضل حاجه هي انك تخلي صباعك معين وترفعه فوق المكان اللي صباعك مستريح فيه بدرجه او بدرجتين، ما تكترش عن كده. ولكن للاسف انا افتكرت حاجه مهمه جدا، انك الحجم عمره ما هيفيدك لوحده ولا هيظبط لك زر الحركه لوحده غير وانت ظابط حجم زر الحركه. وندخل على الجزء الثاني يا اخواتي اللي هو حجم زر الحركه. حجم زر الحركه انا هقترح عليك احجام، وانت يا معلم عايز تزود عنهم زود، عايز تقلل قلل براحتك، ولكن احجامنا من 80 ل 100 في الكلاسيك ومن 100 ل 150 في الكلاسيك. طيب تعال نحكي كده قصه صغيره عن مثلا عن واحد صاحبي، تمام؟ دخل عمل زر الحركه 120 في الكلاسيك. تتوقع ايه اللي حصل لي؟ ندم. ليه ندم؟ لان كان محتاج يتحرك كتير وبسرعه، فكل شويه يحاول يجيب اخر زر الحركه مش عارف يجيبه بالعافيه. الشخص عمل زر الحركه في المستوى 80 عشان سمع انك تبقى سريع وتبقى فلاش والكلام ده كله وهتضيع ايم خصمك والشغل ده. برضه بعد تجارب كتير وكذا جيم اللي حصل له كان ينزل يبلع. ليه بقى ينزل يبلع؟ لانك في الكلاسيك غير المستوى ده، لانك في المستوى ده محتاج انك تعمل اقوى دوج ومش فارق معاك الحركه يمين وشمال، ان كده كده المستوى ده بقى 1v1 واحد ضد واحد، فانت مش محتاج الكلام ده كله انك تتحرك كتير. فهنا الجويستيك الكبيره هتبقى احسن ليك وهتفيدك. فاهمني انا قصدي ايه؟ طيب نصيحتي ليك انك تدخل تعملها من 80 ل 100 او من 85 ل 100 على حسب انت لاعب كلاسيك وموبايلك ايه. انت لاعب كلاسيك وموبايلك كبير ولا قد ايه الكلام ده كله، تمام؟ ولو انت لاعب مستودع ابتدي من 100 ل 120 مهما كان موبايلك او ايبادك، ابتدي من 100 120 150 انا اسف 150. وخليك عارف المثل ده كويس، كل لما زادت السرعه قلت الدقه والعكس. بس كده. بس افتكرت ان اهم حاجه الحاجتين دول، اهم من الحاجتين دول كمان، الحاجتين دول حرفيا مش هينفعوك غير لو ظبطت زرار الحركه مع
نفسيتك. نفس الحركة مع الحساسية بتاعتك هو شيء سهل جدا يا صديقي، ولكن الناس بتصعبها على نفسها. على سبيل المثال ابو الفراعنة كان عنده تشرطل قوي، كان بيلعب زر حركة كام؟ كان بيلعب زر حركة 80، دخل عدل عليه خلاه 85. الام بقى احسن عنده، عدله تاني. تتوقع اللي حصل؟ حرفيا اللي حصل معاه هنا كان صدمة كبيرة جدا. الام عنده خرب خالص لما كبره اكتر من 85، مع ان كان المفروض يبقى احسن، بس لا. اهم حاجة هي ضبط زر الحركة مع الحساسية بتاعتك. وعايز اقول لك حاجة، ان هو لما كان عامله 80 وكان بيشكي منه، كان وعلاه ال 85 وعلاه بعد ال 85 اسف، كان عنده في ال 80 احسن من اللي بعد ال 85. انت متخيل؟ مع ان المفروض زر الحركه كبر ويبقى في دقه اكتر والكلام ده كله، بس لا 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 لا، مفيش الكلام ده يا صديقي. لازم بالظبط تظبطها مع الجويستيك، مع الحساسيه بتاعتك. دي حاجه انت بتختبرها في التدريب والكلام ده كله، وتنزل جيمات وتشوف، مش كله تدريب. تمام. ونصيحة، بلاش انت شفت فلان زود في زر الحركة يبقى انت كمان تروح تزوده، هتجيب هيدشوتات زيه عشان هو بيجيب هيدشوتات وهو لعيب والكلام ده كله. او فلان نقص في زر الحركة وهو بيجيب هيدشوتات من ساعة ما نقصه، فمش عارف ايه. مالكش دعوة بغيرك يا اسطى، موبايلك غير موبايله، فريماتك غير فريماته، مسكة ايدك غير مسكة ايده، جيروسكوبك غير جيروسكوبه. بلاش دي الحساسية، اسف لما مؤاخذة، بتاعت الجيروسكوب حتى لو نفس الحساسية والكلام ده كله. يا جماعة مسكة الايد بتفرق جدا، بالذات لو انت جيروسكوب، وبتفرق كمان لو انت اي دي اس. فبلاش يا جماعة الحاجات دي بالله عليكم. وغير كده عايز اقول لك حاجة، حساسية الركض لو مش ظابطها مع الحاجات دي اقسم بالله ما هتلاقي اي حاجة، وهتلاقي مستواك طبيعي خالص. فلازم اهم حاجة بردك معاهم عشان تظبط لك الباكج كامل، هي انك تظبط حساسية الركض. طيب ننتقل لضبط حساسية الركض مع الجويستيك بتاعتك وكده. انا طول عمري عن نفسي كنت بفكر ان حساسية الركض لازم تعملها 100، وكنت دايما اشوف شروحات اعملها 70، اعملها 80. طب في الاخر زهقت بصراحة. خليتها على طول 100، قلت خلاص مش هتفرق. لحد ما حصل معايا احسن موقف خليني اظبط زر الحركة بافضل شكل ممكن. تتوقع اللي حصل معايا؟ هي حاجة واحدة بس، كنت زهقان مش عايز العب اللعبة، عايز اعمل اي حاجة تغير لي المود اللي انا فيه. فدخلت والله اللعبة، قلت ايه اجرب. جربت 70 وجربت 80 الكلام ده كله، بس هنا الموقف اتغير معايا خالص من ساعة ما عملتها 80 من 87 87. حصلت حاجة غريبة جدا، الهيدشوتات عندي زادت بنسبة 20% زيادة عن الأساس اللي أنا كنت بجيبه. تمام. عليت 88 لقيت تمام مفيش فارق، عليت 89 تمام بردك مفيش فارق، هي زي ال 87. قلت خلاص أخليها 87، بس كنت ضربت التسويق. لا، هنا دي كانت حاجة تانية خالص. الهيدشوتات زادت بنسبة 20% أو 10% أكتر غير ال 20% اللي زادته. يعني أنا مش عارف إزاي أنا اتسهلت قسما بالله، يعني حاجة طرش. فهنا رحت اللي هو ايه طمعان اكتر، رحت اعملها 100. تخيل ايه اللي حصل، الام باظ، رجع زي كاني مثلا عاملها 80 او 70 زي الاول. انت متخيل؟ فهنا حسيت الركض لازم انك تعملها على حسب الجويستيك بتاعتك، حجمها، الكلام ده كله. تمام. لكن المكان بتاعها اعتقد ما بيفرقش في حساسية الركض والكلام ده كله. تمام. ولكن لو مش ظابط زر الركض اللي هو الخط الطويل بتاع الجويستيك مع حساسية الركض، حرفيا مش هتستفاد من حساسية الركض وكأنك ما عملتش اي حاجة. زر الركض او الخط بتاع الجويستيك، واحد طول عمره عامل زر الركض لفوق وفي يوم ينزله، ايه اللي يخليه ينزله؟ تعال نشوف. كان واحد طبيعي عارف من بعض الناس ان احسن حاجة انك ترفعه، ونجح معاه وقت ما كان الجويستيك خربان حرفيا عنده، ما كانش عارف يعمل اي حاجة، كان الجويستيك بايظ خالص. لكن لما ابتدى يتابع ناس لعيبة ويركز معاهم كويس، ايه ده في ده هم عاملين الزر الحركة لتحت. ايه ده؟ طب ليه عاملين زر الحركة ده؟ تعالى كده نخش نسألهم نعمله لتحت ولا لفوق. دخلنا سألناهم يقول لك ايه، اعمل زر الحركة لتحت، زر الركض لتحت. والتركايه هنا لاخواتي اللي كملوا الفيديو،
ارفعوا درجتين بالسهم بتاع الاعدادات اللي هو بيبقى جوه الاعدادات. طب ليه يا معلم؟ ده افضل حاجه وخش جرب. تمام. هنا دخلنا نجرب، لقيت لك ايه يا معلم؟ لقيت لك الهيدشوتات زادت، الايم بقى اثبت. انا مش متخيل، زاد بنسبه 10%. ما اكدبش عليكم اقول لكم زاد بنسبه 50% والكلام ده كله، لا مفيش الكلام ده خالص، زاد بنسبه 10%. متخيلين يا جدعان؟ فالنصيحه دي مني لكل اخواتي، اعمل زر الحركه، زر الركض تحت خالص. والتركايه دي اللي كل اللي كملوا الفيديو لحد هنا بتعمل اسمه ايه ده، بتجيب السهم اللي هو في الاعدادات ده، وتطلع زر الحركه زر الركض ل2 فوق، درجتين فوق زي زر الحركه بالظبط. تمام. بس كده يا اخواتي، اقسم بالله العلي العظيم اضمن لك انك لو طبقت صح واستمريت على زر الحركه، مش كل يوم تغيره والكلام ده كله، وربنا وفقك، عشان دي اهم حاجه، ربنا وفقك. انا مش هقعد ابيد لك بقول لك زي الناس كلها، اضمن لك انك لو عملت كده هيبقى زر الحركه عندك وبتاع والكلام ده كله. وفي عادي على فكره اللي بيقول لك استمر عليه والكلام ده كله، بس اوكي ماشي، ما انت ممكن تستمر بس ربنا ما يكونش موفقك، انت فاهم؟ عمرك ما عايز اقول لك حاجه، لما تستمر وتتعب وتفضل كل يوم تلعب عليه ومش عارف ايه والكلام ده كله عشان تتقنه، وبص تبقى محترف زر الحركه، انت كده تبقى اقوى في زر الحركه من اللي اول لما عمل زر الحركه وظبطه لقى زر الحركه مستنيه ومظبوط معاه. ليه؟ لانك تعبت يا بابا عشان تلاقي التاني ما تعبش. انت فاهمني انا قصدي ايه؟ ولو وصلت لحد هنا متنساش لايك شير سبسكرايب وفعل الجرس، شوف كل جديد. وبس كده انا خلصت كده، دي كل الحاجات اللي اقدر اقول لك انك لو طبقتهم واستمريت عليهم وربنا وفقك انك هتحترف زر الحركه، ويكون زر الحركه معاك طرش ما بيهزرش. وبس كده يا اخواتي، كده الفيديو بتاعنا يكون خلص لحد هنا. متنساش لايك شير سبسكرايب وفعل الجرس، شكرا جديد، واشوفكم الفيديو الجاي باذن الله. السلام عليكم.